العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات، من الفضل يتبع أن نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. استهلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. إحياء اليوم العالمي للبصر، نتائج مرضية للتنويع الزراعي في إقليم عنسبة، دعوة لتقوية كفاءة الطلاب في ابن حيري، الجيش التركي يبدأ عملية عسكرية واسعة في سوريا، عمران خان يلتقي الرئيس الصيني في بكين، وفرض حظر التجوال حول المؤسسات الحكومية في الإكوادور. أهلا بكم من التفاصيل. تم إحياء اليوم العالمي للبصر اليوم 9 أكتوبر بكلية الطب والعلوم الصحية بشعار الحق في الإبصار. وأوضح عميد الكلية الدكتور يمان سيوم في المناسبة أن الدراسات التي أجريت عام 2015 أظهرت بأن حوالي 253 مليون من شعوب العالم يعانون من العمى، وأن 75% من هذا العدد يمكن علاجهم، مشيرا إلى أن شعار الأولوية للبصر يرتكز على برنامج مكافحة العمى الصادر من منظمة الصحة العالمية المنفذ من 2014 حتى عام 2019. وذكر بأن إريتريا من الدول العاملة باهتمام لمكافحة العمى، موضحا بأن كلية الطب والعلوم الصحية تعمل لتخريج مهنيين والقيام بدراسات لأمراض العيون ومكافحة العمى. من جانبه أوضح المدير العام للطب العمومي الدكتور عنا برهان تسفاتسين الخطة الاستراتيجية لمكافحة العمى والإنجازات التي تحققت، وشرح جهود إريتريا لمكافحة العمى. وقدم في المناسبة توضيحا مهنيا حول الجهود الواجب القيام بها لرعاية المرضى للحد من العمى الذي يمكن علاجه، وخدمات مستشفى نور العيون والأنشطة المرتبطة بحملات مكافحة العمى. وتنظم في مختلف المدارس أنشطة فحوصات العين من 7 أكتوبر بمناسبة اليوم العالمي للبصر، والسيمينارات عن أسباب العمى والحيطة منه. أعلن قسم الزراعة والأراضي في إقليم عنسبة أن أنشطة التوعية التي جرت للتنويع الزراعي والتركيز على البقوليات والبذور الزيتية حققت نتائج مرضية. وأوضحت ذلك ممثلة القسم السيدة كبرى قبر مسكل في الاجتماع التقييم الذي عقد في 8 أكتوبر بمدينة كرن. وذكر في التقييم الذي شارك فيه وزير الزراعة السيدة رفاعين برهي وكبار المسؤولين الزراعيين والخبراء زراعة مساحة أكثر من 56,000 هكتار ونمو جيد للمراعي. وتمت الإشارة إلى بناء 10 سدود صغيرة بأكثر من 21 مليون نقفة في مديريات عتكليزان، علا برعيد، كرن، حمل مالو وهبر لتخزين أكثر من 1 مليون متر مكعب مياه، إلى جانب بناء وصيانة المدرجات والحواجز المائية بالنفير الشعبي المقدر بحوالي 18 مليون نقفة. وأفاد التقرير المقدم إلى الأوضاع الجيدة لمزارع الدخن والذرة والقمح المزروع بالبذور المحسنة، ويتطلب بذل المزيد من الجهود لزراعة البطاطا الحلوة. وأوضحت المبادرات التشجيعية للمزارعين الناشطين في تربية الحيوانات في سوطر ودار الرتاي والجمعيات التعاونية وزيادة منتجاتهم من الألبان. وأشاد وزير الزراعة السيد رفاعين برهي في ختام الاجتماع بأعمال بناء خزانات المياه، داعيا لتعاون كافة المؤسسات المعنية للاستفادة الجيدة من المياه المخزنة. قدمت جائزة سرجيل ل15 معلما نموذجيا من مختلف مناطق إقليم عنسبة، بينهم 5 امرأة. وذكر مسؤول التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكائيل في مناسبة تقديم الجوائز بمدينة كرن أن التدريس يحتاج إلى التفاني والجهد، داعيا المعلمين والشباب منهم خاصة لمضاعفة الجهود. من جانبه أوضح رئيس جمعية المعلمين في إقليم عنسبة الأستاذ كبرم قبرزقي أن المعلمين الحاصلين على الجائزة تم اختيارهم في عملية شارك فيها المعلمون والمشرفون التربويين والطلاب ولجان أولياء الأمور.
وتقدم الجائزة الهادفة لتشجيع المعلمين للمرة الأولى في الإقليم، وتعني سرجيل النصر بلغتي التجر والبلين. دعا الاجتماع التقييمي للتعليم في مديرية أمن حي للمعلمين لزيادة الجهد لتقوية كفاءة الطلاب. وأوضح الاجتماع أن النجاح بلغ في العام الدراسي 2018-2019 نسبة 88% في المرحلة الابتدائية، ونسبة 72% في المرحلة المتوسطة، و69% في المرحلة الثانوية. وأشاد مدير مديرية أمن حي السيد إبراهيم مكونن بمساهمة المواطنين لتطوير التعليم، مؤكدا تعاون الإدارة لدعم جهود المعلمين لتنشئة الطلاب بالعلم والانضباط. نظمت دورة تأهيلية ليومين للمشاركين في العملية التعليمية من 34 مدرسة بمديرية دبروة، وتضمنت الدورة إعداد الخطط الخمسية وإدارة الوقت والموارد والأخلاق وأهميته لنقل القيم ودور المعلمين وأولياء الأمور. وأوضح مسؤول التعليم في مديرية دبروة الأستاذ عقباي ملس أهمية الدورة التأهيلية، داعيا المشاركين العمل بقوة لبناء الشباب وإحداث التغيير في المجتمع. قدم المقيمون في المهجر مبلغ 21,430 يورو للجمعية الوطنية لمعاقي الحرب، وأفادت الجمعية أن مبلغ 17,430 يورو مقدم من فرع الاتحاد الوطني للمرأة في ألمانيا، و4,000 يورو من الجالية اللاتفية في بابلينغن وضواحيها. سيداتي سادتي، لا فاصل ومسلم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. بدأت تركيا عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا بضربات جوية استهدفت بلدة رأس العين الحدودية. وقال الرئيس رجب طيب أردوغان معلنا بدء العملية أن الهدف منها هو القضاء على ممر الإرهاب على حدود تركيا الجنوبية. وكانت تركيا قد تأهبت للتوقل في شمال شرق سوريا منذ بدأت القوات الأمريكية إخلاء المنطقة في تحول مفاجئ لسيادة الرئيس دونالد ترامب قوبل بانتقاد واسع في واشنطن بوصفه خيانة للحلفاء الأكراد. وقال مصدر أمن تركي لرويترز أن العملية العسكرية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية، وتخشى قوى عالمية من أن يفتح هذا التحرك مرحلة جديدة في الحرب السورية ويؤدي إلى تفاقم الاضطرابات في المنطقة. وتقول أنقرة أنها تعتزم إقامة منطقة آمنة من أجل عودة ملايين اللاجئين إلى الأراضي السورية. التقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة بكين، وذلك قبيل زيارة المرتقبة للأخير إلى الهند وفق إعلام محلي. وذكرت إذاعة راديو باكستان أن خان ووزراء في حكومته التقوا الرئيس الصيني وبحثوا جملة من القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المتبادل. وخلال اللقاء عرب خان عن شكره للرئيس الصيني على موقف بلاده حيال قضية جامو وكشمير، الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير والذي ضمته نيودلهي إلى أراضيها مؤخرا. بدوره أشاد الرئيس الصيني عمران خان على كلمته التي ألقاها عن العلاقات الصينية الباكستانية في الجمعية العمومية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي في نيويورك. وقال جين بينغ أن الصين وباكستان يتمتعان بعلاقات ودية وتعاونا مع بعضهما البعض في مختلف المجالات وفق المصدر نفسه. أعلنت السلطات في الإكوادور حظر التجول في محيط المباني الحكومية بعد مظاهرات عنيفة
دخل على إثرها محتجون غاضبون أمام البرلمان لوقت قصير للتنديد بإجراءات تقشف أعلنتها الحكومة. وأجبرت الاحتجاجات الحكومة على الخروج من العاصمة كيتو، ودفعت السلطات لإلقاء القبض على مئات الأشخاص. وتدفق آلاف المتظاهرين من السكان الأصليين على شوارع العاصمة، واخترق بعضهم الطوق الأمني ليدخلوا مبنى البرلمان لفترة قصيرة ملوحين بالأعلام. وفي أماكن أخرى من كيتو وغيرها من المدن رشق محتجون يغطون وجوههم بالأقنعة ويمسكون بالعصي قوات الأمن بالحجارة، واشتبكوا مع القوات التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وأعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو حالة الطوارئ أمام أكبر تحدي يواجهه خلال حكمه الذي بدأ منذ عامين ونصف العام، ونقل عمليات الحكومة إلى مدينة جوايكيل الساحلية حيث الاضطرابات أقل حدة. وختاما في هذه النشرة، منحت الأكاديمية السويدية جائزة نوبل 2019 للكيمياء لثلاثة علماء قاموا بتطوير بحوث حول بطاريات الليثيوم، وهما الأمريكي جون غوديناف والبريطاني ستانلي ويتنغهام والياباني أكيرا يوشينو. وتستخدم بطاريات الليثيوم في تكنولوجيا الحياة اليومية، وتمتاز بوزنها الخفيف وتخزينها كميات كبيرة من الطاقة الشمسية والريحية. وأوضحت الأكاديمية الملكية السويدية المانحة للجوائز العلمية أن هذا النوع من البطاريات الخفيفة الوزن والقابلة للشحن والقوية مستخدم الآن حيثما كان في الهواتف والحواسيب والسيارات الكهربائية. وأصبح غوديناف البالغ 97 عاما عميد الفائزين بجوائز نوبل. المشاهدين الأفاضل، وصلنا إلى نقطة الختام. دمتم في أمان الله وحفظه.